السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم مليحه. اليوم حبايبي كيما راكم تشوفوا راح نشارك معكم طريقه تلوين عجينه السكر بجميع الالوان بطريقه بزاف سهله وغير مكلفه. راح نشارك معكم ثاني طريقه تشكيل هذه الكتب ثاني بطريقه بزاف سهله للمبتدئات، ونوري لكم ثاني كيفاش تكتبوا بهذيك الاداه اللي يجوا فيها الاحرف. على بالي بلي بزاف حبوباتي لهنا تتلف لهم كيفاش يخدموا بها. دونك اليوم راح تلقاي الحل في هذا الفيديو، ونشارك معكم اكيد كيفاش تخدموا هذه القبعه تاع التخرج باسهل واسرع طريقه. عفوا، دونك ما عليكم غير ديروا جيم في هذا الفيديو. ولا كنت اول مره تشوفوا القناه نقول لكم مرحبا بكم في القناه تاعنا، تنورونا راح تستفادوا بزاف معنا. كيما راكم تشوفوا البنات لهنايا حنبداو نشكلوا القبعات التخرج تاعنا. يعني لهنا ما تحتاجي تخليها تبات، ما ديري لها لا تيلوز لا اي حاجه، ثم توجديها وتحطيها فوق لابيس ديالك. لهنا حبوباتي كيما راكم تشوفوا عندي ورق الخاص اللي نحطوا فوقو الباتيسري، تعرفوهم كامل هذا لي سو تحت اللي راهم جايين في الدوغي كيما راكم تشوفوا. ولا استعملوا اي كرتونات تصلح يعني تكون غذائيه. البنات كيما راكم تشوفوا لهنايا انا قست بالكوبا تاعي ولا الليسوس فيها هكا مسطره. نتوما حبوباتي جيبوا مسطره باش تدو يعني قياس يكون واحد. وثانيا دوك نفهمكم كيفاش تدو القياسات. البنات القياس تاع الشابو تاعكم هذا تدوه على حسب لا طاقت تاعكم. الا كان القطر تاعها كبير راح تخدمي الشابو هذه تكون شويه كبيره يعني، ولا كانت لا طاقت تاعكم القطر تاعها صغير راح تخدموها صغيره. لهنا يعني كيما نقولوا الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه. هنا نوريكم برك الطريقه. لهنا كيما راكم تشوفوا شكلت مستطيل ومربع. لهنا هذو ما البنات راح نوريكم يعني كيفاش تخدموا هذاك التحتاني، يعني باش نقولوا مخروط واقع البنات ولا ماشي دائره. البنات يتلفوني دي فوا هكا كلمات كي يكون داير المونتاج. شوفوا هذا باش نقولوا البنات ماشي مخروط والله ما على بالي البنات نسيت. دائره هكا اسطوانه جوبونس البنات، اسطوانه ياك. المهم تخدموا هذه الاسطوانه وتلصقوها مليح البنات بالسكوتش. دوك نوريلكم يعني هذه طريقه مهمه، لازم تلصقوها مليح بالسكوتش باش من بعدك ما تتحللكمش. شوفوا نلصقها مليح ونولي لكم. شوفوا حبوباتي لهنا بعد ما خدمت هذاك الاسطوانه تاعي جبت لهنا عجينه السكر. البنات انا اخدم باي نوع تاع عجينه السكر يعني ما يهمش النوعيه تاعها، المهم تكون خاصه يعني بتشكيل الورود والاشكال وكامل باش يعني ما تتقطع لكمش وتجيكم يعني لا فينيسيون تكون شابه. لهنا البنات ما تعلقوليش الطابي تاعي تقطعت المنظر نخدم به ونقطع بالكيتاغ وكامل. دونك لازم نشري واحد جديد ان شاء الله. ما يسلك راسي هذا ثاني سيليكون يعني طابي نقدر نخدم فيه عادي. ننصحكم انكم تشروهم يا البنات باش هكا العجينه تاع السكر تاعكم ما تلصقلكمش يعني فوق لو بلان دو طرافاي تاعكم وتجيكم يعني خدمه شابه. فنشروا البنات هذوك الحلالات البيوضه ولا كيما حبيتوا يعني. شوفي انا هذا الحلال يساعدني جاي ليس ما فيش تعرجات ولا تشققات هذوك. دونك لاباط سكر تاعي كي نسرحها به يعني تجي كامل شابه هكا ليس، فهمتوا؟ ممكن نخدم به نورمال ما عنديش مشكل. عندي واحد صغير بصح ما يساعدنيش في الخدمه يا البنات. شوفوا لي البنات ماما نعطيكم نصائح للمبتدئات اللي يعرفوا اللهم بارك ربي يحفظهم بنات بلادي كامل ما شاء الله غير اللي تقول خد هدني له. شوفوا لي حبوباتي لهنايا تاخذوا القيس تاع عجينه السكر تاعكم على حساب العرض تاع الاسطوانه تاعكم كيما راني ندير لهنا في لا فيديو يعني راه كل شيء موضح. شوفوا لي حبوباتي كيفاه هكا. علاش قلت لكم تخدموا فوق السيليكون؟ شوفوا شحال يعني تكون الخدمه سهله يعني تنحى لكم بطريقه سهله ما تلصق لكم ما تتقطع لكم ما والو يا البنات. شوفوا لي لهنا نجيب هذيك الاسطوانه ما ندير لها والو يا البنات كيما شفتوا ما دهنتها بحتى حاجه. علاش؟ لانه هاد عجينه السكر تاعي جايه شابه جايه طريه دونك وحده راح تلصق في هذيك الاسطوانه. ومع رانا في السخانه تعرفوا بلي عجينه السكر تطلق روحها راح تكون شويه هكا كشغل تتعسل ولا فهمتوني؟ على بالي بلي فهمتوني. شوفوا لي البنات هاي اللي لصقتها هكا بهذه الطريقه. حاولوا يعني هذاك الطرف اللي يجي منا ومنا يتلصقوهم مليح هكا يعني ابيي عليهم شويه غير بيدك مادام ما تكثريش بزاف. شوفوا لي هاي لك
هكا شوفوا لي شحال شابه. ومن بعد لهنايا البنات بنفس الطريقه واش راح ندير، عجينه السكر السوداء. انتم حبوباتي القبعه خدموها باي لون حبيتوه، يعني مش شرط ديروا الاسود، على حساب الا تخدموا طلبيات ولا داركم ولا لبنتك ولا لاختك ولا سا ديبون اللي من حتخدميها على حسب لا كولور ولا تام اللي راكو حابينه. انا وريت لكم هذه الطريقه اللي راهي بزاف سهله. شوفي تكوني مزروبه تخدميها في الفم وتحطيها فوق اللاطاخ تاعك، يعني ما تاخذش كامل منك الوقت اللي تريحي تدوري في كاش فنجال ولا تسنيها تيبس وكاش تحكم روحها وكامل. دونك هذه طريقه بزاف سهله. شوفوا لي دوكا هذيك المربع اللي كنا قطعناه قبيله يكون شويه كبير على هذيك الاسطوانه تاعنا يا البنات اللي خدمناها هكا، باش يعني يجي الشكل هذاك تاع القبعه شباب. هكا يا البنات ما تنساوش البنات جيم في هذا الفيديو كي نلقاكم متفاعلين هكا حبوباتي ويعني نشيطين هكا، راني نزيد نتهلا فيكم بالوصفات يا البنات وبليزاستوس وواش حبيتو من كي من عيني لهذه لعيني هذه الشابات تاوعي. دونك فوالا هاوليك يعني اللي يجيب الفوقه هكا يا البنات. شوفوا لي ما احتاجنا يبستو، ما درت له تيلاز، ما درت له حتى حاجه كيما شفتوا. وقلت لكم شرو هاد السيليكون حبوبات نقول ونعاود باش هكا تجنبوا يعني ديروا لا مايزينا ولا سكر غلاس ولا وحده كيفاش تخدم. دونك هكا يعني يغنيكم على هذيك الخدمه. ودوكا نوري لكم كيفاش تخدموا يعني هذه اللي هنا عجينه السكر البيضاء كيما راكم تشوفوا. نوريكم طريقة التلوين. لهنايا البنات جبت لكم طريقة بزاف سهلة وغير مكلفة للمبتدئات بيان سور، واللي عندها لي جال بروفيسيونيل تخدم بهم عادي، يعني ماشي هم زعما على حسب الحاجة اللي راح تخدمي بها، المهم تخرجي النتيجة تكون شابة وتكون مرضية. انا نخدم بهاد لا مارك البنات بزاف شابة، لي كولور تاعها كامل يخرجوا، يعني تجيبي غاز يخرج غاز، تجيبي خضر يخرج خضر، لا كولور تاعهم بزاف شابة. جبت لهنا البنات ملون تاع بودغ هكا يعني غبره، وعندي المنكه ولا لاغون باتاغون بنات تاع الفرز ولا تاع الفرامبواز. شوفوا لي ديروا هذاك الملون تاع الغبره كيما شفتوا، وديروا شويه هذايا البنات المنكه ولا المعطر ولا لا باتاغون كيما راكم تشوفوا، تجي فيها نكهه ويجي فيها لون ثاني. بهذه الطريقه يا البنات العجينه تاع السكر تاعكم راح تجي ليس، ما راحش يخرجوا فيها هذوك الحبيبات تاع الملون الغبره هذاك، ما يبقاوش هكاك محبين وتخرج لكم اللون شباب كيما راكم تشوفوا. انا لهنا البنات كثرت يعني اللون جاني غاز بزاف، انا حبيت شويه غاز كلاغ يا البنات. دونك واش راح نديروا لهنا تبداو تلعبوا في الالوان، يعني جاك غاز فونسي قاصح راح تضيفي له البلان، كي نضيفوا البلان راح تولي يعني لا كولور تاعو كلاغ تولي فاتحه. دونك هكا تلعبي بالالوان، ماشي شرط زعما تشري وردي قاصح ولا وردي كلاغ ووردي ما نعرف محمر ومزرق و ايتترا. ليسونسيال راكم فهمتوني. هذه الطريقه راهي بزاف سهله، تقدروا كامل تعتمدوها البنات في اي يعني اشكال تاعكم، سواء في الورود تاعكم ولا اي شكل حبيتوه وكنتو راح تخدموه. نتمنى تكون طريقه راهي موضحه يا البنات. جا درناه باش يذوب لنا هذاك الملون الغبره. دونك هكايا ما راحش يجونا الحبيبات هذوك في العجينه تاعنا. ونهار تبالكم تلصق تحطوها شويه تبدا يعني تولي الشكل تاعها طبيعي. سورتو الا استعملتو عجينه السكر تكون نوعيه حشبه يعني سبيسيال هاد الصوالح. لهنا يا البنات نروح نديرو هذاك هذا اللي يجي من طرف هكا في القبعه، تعرفوا تاع سوتناز على بالي سوتنا وكامل تعرفوا كيفاش تجيا هذا الترتوبه ولا ما باليش كاع واش تقول ليسونسيال. المهم يلحقكم المعنى يا البنات. شوفوا لي لهنا كنت خدمت جينواز تاعي، شوفوا لي شحال شابه بسم الله ما شاء الله، بزاف طريه خفيفه، يعني تقدري ما تشربيهاش وتاكليها تجي يعني الله يبارك. الا تحبوا نشارك معكم بلاد الوصفه تاع الجينواز اللي نخدم بها انا، قولوا لي في لي كومونتير ندير لكم وصفه سبيسيال حبوباتي. لهنا كنت وجدت كيما راكم تشوفوا الحشوات اللي حنحشي بها هاد الكيك تاعي. لهنايا جوز اللوز كيما راكم تشوفوا، البنان، وجدت لا كريم تاعي اللي حنحشي بها الداخل وكامل. درت المونطاج تاعي البنات ودرتها في الفريجيدار. قلت لكم الا راكم انتريسي بهاد يعني الوصفه هذا لكم جينواز نخدم بها حبوباتي، قولوا في كومونتير نديرها لكم ان شاء الله لا فيديو الجايه اللي كتب ربي. لهنا الشباب تاعي كيما راكم تشوفوا بعد ما وريت لكم طريقه تلوين عجينه السكر، نتوما تستعملوا اي لون حبيتوه.
كما تقدروا تشروا الجل ديريكت البنات تلونوا به، لكن نصح يعني بهذه الطريقه باش العجينه تاعكم تاع السكر يعني ما تتشمخش بزاف وتولي تلاصق بزاف، فهمتوا؟ دونك نفضل يعني نستعمل هكا. واللي تحب يعني تشري العجينه السكر ملونه ديالك تشري، دي فوا ما لقاوش لا كولور اللي انا نحوسوا عليها اكزاكتومون، سي بور سا نوريكم هذه الطريقه. سينو راه الله يبارك المحلات كامل يتوفروا فيها كامل الالوان اللي حبيتوهم. كيما راكم تشوفوا لهنا سرحت عجينه السكر باش نخدم هذوك الكتب اللي قلت لكم عليهم. شوفوا يا البنات راه الطريقه موضحه في الفيديو باش ما نهضر لكمش بزاف. شوفوا نشاركوا لهنا البنات نسرحوا اي نوع تاع عفوا لون تاع عجينه السكر حبيتوه، ونجو نقطعوه هكا، واكيد نكونوا دينا القيس كيفاش تشدوه على حسب العلو تاع الكيكه تاعكم، يعني تكوني خدمتي ديجا المونتاج تاع الكيكه تاعك باش تعرفوا الطول تاعها شحال فيه، باش هكا تقيسي الكتب تاعك هذوما يعني المستطيلات هذو تعرفي شحال الارتفاع تاعهم وشحال العرض، اكيد على حسب الكيكه تاعك. لهنا يا البنات كيما راكم تشوفوا جيت نوريلكم كيفاش تخدموا بهذه الحروف. على بالي بلي طريقه تاع صنع الكتب راهي سهله، الا ما فهمتوش كاش حاجه خلوها لي في لي كومونتير نزيد نفهمكم. ودوك يعني الفيديو توضح لكم خير وخير باش هكا ما نهضر لكمش بزاف يا البنات. لان البنات هذوما الحروف اللي نكتبوا بهم كيما راكم تشوفوا يجوا على شكل هكا لاصقين، نقطعوهم بالمقص. والطريقه كيفاش زعما اون فرونسي راح نكتبوا من اليسار لليمين هكا متفاهمين. انتي واش راح ديري الحروف تاعك بالعكس تعوجيهم من اليمين لليسار، باسكو هاد الحروف جايين بالفرنسيه البنات، يعني راح ديري الكونترير باش تلصقيهم في هذه الاداه اللي نطبعوا فيها، فهمتوا؟ باش من بعد كي نعاودوا ندوروا ونطبعوا دوك نوري لكم يعني في لا فيديو كيفاش يخرج لكم يعني الحرف هكاك سوا، يعني ديريه الكونترير، فهمتوا؟ تعوجوه زعما كيما نقولوا لبنه. شفتوا لبنه كيفاش راهي رايحه من اليسار لليمين، هكا نكتبوا اللغه الفرنسيه يا البنات. انتي واش ديري الاله راه داير لليسار، انتي تدوريه لليمين الكونترير العكس هكا باش بعد كي نطبعوا تخرج لكم شابه. وشوفوا لي كيفاش يا البنات، هاي ليك لهنا باك بديت بالسي من بعد الا من بعد البي، ماشي بديت بالبي من بعد الا من بعد السي، فهمتوا؟ هاي ليك وراهم رايحين جهه اليمين كيما راكم تشوفوا، ما همش رايحين جهه اليسار في الكتابه الحقانيه كيفاش نكتبوا اللغه الفرنسيه. هاي شوفوا كيف طبعتهم جاو بزاف شابين الله يبارك. لهنا البنات هاولي كنا خلينا نخدم به، ديروا عليه كابتشر لا كولور تاعو بزاف شابه. للمبتدئات اللي ما يعرفوش حبوباتي نعطيكم كامل الاسرار باش تخدموا كامل ان شاء الله وتنجحوا فيهم حبوباتي. لهنا كلمسه خفيفه هكا قررت يعني نلون هذاك لو نوار باش تبان، باسكو شتو النوار هكا ما تمش فيه الكتيبه مليح. شوفوا يعني لمسه خفيفه برك. لهنا كنت لونت البنات هذاك الابيض هكا بالدوغي، شوفوا لي ولا كولور تاعو بزاف شابه. البنات اللي عم بالي بلي الالوان راهم يبانوا مليح لهنا باش كان يبدل التليفون تاعي مالوغوزمون طاح تكسر، كنت راح نصور لكم يعني البنات واحد لاغوسيت طاح لي والله البنات غير تقسم لي على زوج، يعني راني نديباني بهذا وانا طونطون يعني نخدم تاعي وتكون يعني كاليتي شابه خير وخير. لهنا يا البنات كيما راكم تشوفوا جيبوا كيما نقول بابي البنات راح لي اسمه، المهم دوك نكتبوا لكم لهنا كي ندير لكم ويفر البابي تاع الويفر هكا اسمه يا البنات، تخدموا به هذوك الاشكال من الفوق تاع الكتاب كيما راكم تشوفوا. على بالي بلي لا فيديو هذا يوضح لكم ما تحتاجش الشرح، يعني لازم تشوفوا البنات هذوما الاشكال تاع عجينه السكر بعد ما يبسوا راني نلصق فيهم اكيد، لانه البنات اللي هنا لازم تخلوهم الاشكال يبسوا. علاش؟ لانه لاطاغ تاعي راهي ماشي مغلفه بعجينه السكر، راهي مغلفه بلا شونتيي من الفوق كيما راكم تشوفوا. تما الاشكال اللي حديروهم لازم يكونوا نشفوا بهذه الطريقه يا البنات. شوفوا لهنا حندير لهم يعني اني نوريكم طريقه التزيين كيفاش زينتها يا البنات على الخفيف تدو يعني فكره، ولا اللي عندها هذا الموديل حبت تزيه وما عرفتش كيفاش تخدمهم اني نوريكم حبوباتي باش يعني تدو افكار. شوفوا يا طريقه التزيين هذاك البنات البابي اللي نفقت لكم تاع الويفر تواسوه
ديروه على شكل مروحه. وفوالا شوفوا الشكل اللي خدمت عليه، قولوا لي شكون شابه تاع هاد ما بايش منين البنات جبلها بالمني ترونجي ولا تاعي، خلوا لي رايكم في لي كومونتير، ونتلاقاو في وصفه جديده، تبقاو على خير.